مرحلة جديدة تنتظر منتخب الإمارات مع المدرب العالمي زلاتكو. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. خلونا نتعرف على أهم النقاط اللي ركز عليها المدرب خلال المؤتمر الصحفي. بعد 8 سنوات رجع زلاتكو للإمارات، المكان اللي وصفه ببيته الثاني، وكشف خلال المؤتمر أنه فضل العرض الإماراتي على عروض ثانية، وأن الجانب المادي ما كان السبب. المدرب الكرواتي أكد أن اختياره كان عن قناعة بالمشروع، وأن طموحه بناء منتخب قوي قادر على التأهل لكأس العالم 2030. المهمة بتبدأ بتحديات سريعة، أولها كأس الخليج مع فترة إعداد أقل من أسبوع بسبب ضغط المباريات ومشاركات الأندية. شو يحتاج المنتخب عشان ينجح؟ رد زلاتكو كان واضح: تعاون الجميع. يعني هذا الرجل تمنيناه من زمان والحين صار بين يدينا. تنتظرنا بطولة كأس الخليج وكأس آسيا، والهدف الأهم كأس العالم 2030. ما راح نحاسبه عن دورة الخليج، ولكن كأس الأمم الآسيوية ثم التأهل لكأس العالم هو الهدف. واحد من الأسماء الكبيرة اللي شفناها في كأس العالم، عنده فكرة كبيرة عن الكرة الإماراتية والتجربة الكبيرة مع منتخب كرواتيا. كل هاي الأمور تصب في مصلحة منتخب الإمارات. وقته أنه يكون قيادي لمنتخب الإمارات، منتخبنا أقول إن شاء الله زلاتكو راح يكون عنصر النجاح. كل التوفيق لزلاتكو ولمنتخب الإمارات، وإن شاء الله نفرح قريبا.